مساء الخير على احلى متابعين. النهارده بقى الفيديو تحفه. كنتاكي فاخر من الاخر، شغل فظيع جدا، والطعم حكايه مش عايزه اقول لكم يعني. يا ريتكم كنتوا موجودين وكنتوا دقتوا الفراخ اللي شبه كنتاكي الحلوه دي. انا عملتها بطريقه جميله جدا ونضيفه جدا. وبصوا عايزه اوريها لكم، بقطعها لكم ازاي علشان تعرفوا مستويه سوا ما حصلش على الاخر، يعني تجنن. ونضيفه نظافه فوق الوصف، ومستويه جدا. والقرمشه، يعني كنت عايزه اسمعكم صوت القرمشه بس علشان الدوبلاج. و... والطعم، كل حاجة فيها حلوة، كل حاجة كان طعمها خطير. مش هتحتاجوا تاكلوا بروستد من بره ابدا. انا معايا فرخة دلوقتي، وعايزة اوريكم ان مش مهم الحجم، على فكرة هي المفروض تكون صغيرة بس هي كانت كبيرة. انا قطعتها على 8 قطع وحطيتها بقى، نقعتها في في المية وملح وسكر وخل وقرفة وورق لورا وحبهان. كل الحاجات اللي عندكم العطرية دي اللي هي تضيع زفارة الفراخ بعد ما غسلتها كويس. التتبيلة بتاعتي سهلة بسيطة. يعني معايا دلوقتي بهارات فراخ، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كاري او كركم، وملح وفلفل وبس. وبعدين بحطها بقى على كوبايتين دقيق، ومعايا معلقتين نشا وميه. وهخلي كده العجينة دي تكون سائلة شوية، وهحط طبعا المكون اللذيذ ده، المستردة. ومعلقة هريسة، عارفين الهريسة اللي هي الشطة، حطيناها علشان ما كانش عندنا ايه شطة عادية. وعملنا قوام كده سائل كده شبه قوام الكريب، وتبلنا بيه الفراخ وبيتناها ليلة في التلاجة. اوكي، دلوقتي انا معايا كوبايتين دقيق، ومعايا ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ومعايا معلقتين نشا فوق الدقيق ده، ومعايا تلج وميه ساقعه. اوكي، حطينا التوابل فوق الدقيق ده تاني يوم بعد ما طلعت الفراخ من التلاجة، وهي ايه في التتبيله بايته طول الليل. انتي ممكن تخليها ساعتين يعني، براحتك، بس يعني انا عشان كان عندي وقت. دلوقتي بقى طريقة التسوية، هاخد من الفراخ اللي هي غرقانة في التتبيلة بتاعتها دي وعلى طول في الدقيق، وبعدين احطها بسرعة في المية المتلجة، وارجعها تاني الدقيق علشان تاخد ايه الكرمشة اللي احنا بنشوفها بتاعت كنتاكي، اللي هو الجلد المكرمش المقرقش المقرمش الحلو ده. اخد دلوقتي الدبوس، نفس الحكاية حطيته في الدقيق المبهر، وبعدين في المية المتلجة، وبعدين في الدقيق المبهر تاني. والزيت عندي بقى طاسة فيها زيت غزير، وهبدأ بقى ان انا ايه اقلي. القلي هو ده التركة اللي هتخلي الفراخ مستوية معاكي وحلوة جدا. بصي دلوقتي انا ايه، اول قولي كده 10 دقايق اكون معلية عليها. بعد كده هوطي، يعني اوطي تلت ساعة. تمام، انا بقول لكم اللي انا عملته. وطيت عليها كده نار متوسطة تلت ساعة علشان تستوي من جوه لحد العظم. خلي بالكوا دي فراخ نية، فانا زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تقرمش من بره، وانا موطيه عليها عشان تستوي. اول بقى ما خلاص استوت وحسيت انها استوت، هعلي عليها النار تاني. ليه؟ علشان تقرمش ما تبقاش طريه وما تشربش زيت. اوكي، هعلي عليها النار تاني برضو يعني 5 ل7 دقايق، وهبدأ اطلعها. هصفيها على شبكة. طعمها فظيع، مقرمشة بزيادة، مقرمشة جدا. هكمل بقية الكمية بنفس الطريقة. التسوية سهلة، مش ما فيهاش مشكلة. وانا بشيل بقى الطاسة الزيت بنضفها في كل مرة بقلي فيها. بصوا القطع تحفة، بس انا القرمشة مش عارفة اسمعها لكم يعني. قرمشة فظيعة كلها، كل قطعة مقرمشة تحفة جدا. وبصوا الفراخ قطع مش صغيرة، مش سهلة يعني، بس في نفس الوقت استوت كويس قوي قوي قوي. بصوا لحمها ابيض لان انا نقعاها في المحلول اللي هو بينضف ده، وبيخلي ريحتها حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. طعمها خطير لان هي كانت متبلة كويس. والقرمشة دي عايزة اقول لكم تحفة يعني.
وكمية كبيرة ووفيرة معاكم. معانا عملنا كول سلو، معانا كاتشب، معانا مايونيز، معانا العيش الكايزر، بالظبط كأنكم خرجتوا برا. متحرميش ولادك، اعملي كل حاجة في البيت، هتعجبهم جدا، وهيقولك يا ماما احنا عايزين تاني ومش عايزين نجيب من برا تاني، علشان انتي تضمني الاكل الصحي لولادك.